حياكم الله، مرحبا، أهلا وسهلا. لكل منا عيون يشاهد بها، ولكل منا أيضا عقول يفكر ويحلل بها. هذا هو المبدأ الذي سيقوم عليه موعدنا الأسبوعي كل يوم جمعة بعيون حفظ الدراجي للحديث عن الحدث الأبرز خلال الأسبوع، عن اللاعب الأبرز خلال الأسبوع، عن النادي أو المنتخب الأبرز خلال الأسبوع، وربما عن أشياء أخرى تظهر في عالم كرة القدم بالدرجة الأولى، هذا العالم الذي يشد الانتباه بامتياز ويزداد فيه الاهتمام أكثر فأكثر على كل المستويات، لدرجة لم تعد كرة القدم مجرد لعبة بل أكثر. حدث الأسبوع هذه المرة صنعه مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتماد سيناريو كان الكلام طويل وعريض عليه خلال اليومين الماضيين، ولكنه سيناريو مرضي لأطراف كثيرة جدا كانت تنوي احتضان مونديال 2030. مخرجات السيناريو أنتجت لأول مرة في التاريخ تنظيم مشترك بين 6 دول و3 قارات. لم يكن فيه تصويت، بل كان فيه توافق بين عديد الأطراف التي كانت تأمل في استضافة العرس الكروي 2030، الذي لم يعد من الآن بإمكان أي بلد لوحده أن ينظمه، خاصة منذ صارت البطولة تشارك فيها 48 منتخبا بحوالي 104 مباراة في ظرف شهر واحد أو أقصى شيء 40 يوم. يستحيل على أي بلد أن ينظم بعد الآن بهذه الصيغة مونديالا لوحده. مخرجات السيناريو أفضت إلى ترشح ملف واحد في نهاية المطاف، لأنه مجلس الاتحاد الدولي هذه المرة لم يصوت، ولا الجمعية العمومية صوتت على البلد المنظم لاحتضان نهائيات كأس العالم، بل كان فيه توافق من قبل دخلت فيه حتى المملكة العربية السعودية. سنأتي للحديث عن ذلك بعد حين. قلت بأنه هذا المخرجات، هذا السيناريو أفضى إلى تنظيم مشترك بين 6 دول وبين 3 قارات، يرضي أمريكا الجنوبية التي كانت تود الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس كأس العالم، ويرضي أيضا خاصة الأرجنتين والأوروغواي والباراغواي، ويرضي أيضا الملف الذي كان أوروبيا قبل 6 أشهر لغاية شهر مارس الماضي، عندما قدمت إسبانيا رفقة البرتغال ملف احتضانها لمونديال 2030، ثم انضمت المغرب بعد ذلك في شهر مارس الماضي. المغرب التي كما نعرف ونذكر كلنا حاولت 5 مرات متتالية منذ سنة 1994 لاحتضان المونديال لوحدها، ولكنها لم توفق لأسباب مختلفة. وهذه المرة كان فيه توافق أيضا على أنه هذا المغرب الذي رشح نفسه عديد المرات وهيأ الكثير من المرافق والكثير من الملاعب لاحتضان العرس العالمي، صعب جدا أن يترك هكذا من دون أن تمنح له الفرصة. فكانت فكرة الانضمام إلى إسبانيا والبرتغال، فجاءت موفقة كذلك وتم اختياره ضمن هذا الثلاثي لأول مرة بلد عربي يشارك بلدان أوروبية في تنظيم المونديال. طبعا تعرفون بأنه أول بلد عربي احتضن نهائية كأس العالم وبامتياز كان قطر، وأول بلد إفريقي أيضا احتضن نهائيات كأس العالم وبامتياز كان جنوب إفريقيا. اليوم المغرب يصبح أول بلد عربي يشارك بلدين أوروبيين في احتضان المونديال واحتضان 104 مباراة و48 منتخب. التوافق هذا الذي حدث شمل أيضا المملكة العربية السعودية. تذكرون إلى وقت قريب كان في حديث عن ترشح السعودية لاحتضان مونديال 2030، ولكن كان فيه توافق. أكتفي بالحديث عن توافق. كان فيه توافق على أنه آسيا سيأتي دورها بعد ذلك، والسعودية التي تشهد استقطابا كبيرا وتحولا كبيرا في مجالات عدة في البلد منذ سنوات ليست بالبعيدة. يبدو أن هناك توافق على أن السعودية ستقود، على الأقل ستقود مجموعة تنظم نهائيات كأس العالم. لم تظهر ملامحها لحد الآن. هل تكون خليجية؟ هل تكون آسيوية؟ هل يمكن أن يكون فيها بلد عربي أو بلد أوروبي آخر؟ طبعا
الوقت لا يزال لتحديد هذه الملامح، ولكن ملامح تكون فيها السعودية هي السيدة وهي القاطرة وهي التي تقود ثلاثي الذي سينظم مونديال 2034 ب 48 منتخب. السيناريوهات التي حدثت لحد الآن والمتوقع كذلك هو أن مباراة الافتتاح ستكون في أمريكا الجنوبية، قد تكون في الأوروغواي باعتباره منظم أول مونديال، قد تكون في الأرجنتين في بيونس آيرس باعتباره حامل اللقب العالمي. هنا الاختيار سيكون بين هذين البلدين. التوقع أيضا الأكبر كذلك هو أن إسبانيا وملعب سانتياغو برنابيو سيحتضن نهائي كأس العالم 2030. ملامح المباريات الأخرى وعددها وكمها لم يظهر بعد، ولكن يبدو من الواضح أن إسبانيا ستكون الأكثر استقطابا، أكثر بلد سيحتضن أكبر عدد من المباريات مقارنة بالبرتغال وكذلك المغرب. ملف المونديال لن يطوى لأنه سيكون هناك حديث في الأيام المقبلة عن فكرة تنظيم مونديال ب 48 منتخب، هل هي مجدية أم لا؟ هل سنعود إلى عهد سابق؟ عن فكرة تنظيم مونديال في 3 بلدان، خاصة إذا لما تكون المسافة بعيدة. نعم بين إسبانيا والبرتغال والمغرب المسافة قريبة جدا، ولكن أي نعم كذلك الأوروغواي والأرجنتين والباراغواي تحتضن أيضا مباراة واحدة افتتاحية لمنتخبات بلادها، ولكن المسافة بعيدة وكبيرة جدا. سيكون فيه هناك كلام كثير، مثل ما هو كلام كثير هذه الأيام على المستوى الأوروبي عن نادي نيوكاسل وما يفعله بعد الفوز بالأربعة على فريق باريس سان جيرمان في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا. صنع الحدث وكان أكبر فوز حققه نادي نيوكاسل لحد الآن في تاريخ مشاركاته في مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي يعود إليها بعد 20 سنة من آخر مشاركة. نيوكاسل بعد 3 هزائم متتالية في بداية الموسم، أي نعم واجه فرق قوية على غرار ليفربول والسيتي وكذلك نادي برايتون، ولكن حقق لعب 6 مباريات من دون خسارة، 5 انتصارات وتعادل 1. وعلى أي فرق فاز؟ أولا فاز على البي اس جي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، البي اس جي الذي يتعثر بشكل لم يسبق له مثيل منذ سنوات طويلة جدا أنه يخسر بالأربعة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ولكن هو أكبر فوز لنيوكاسل في تاريخ مشاركاته كما قلت في دوري أبطال أوروبا. يأتي هذا الفوز بعد الإطاحة بمانشستر سيتي في الدور الثالث من كأس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم الإنجليزية، ثم الفوز، مما يجعلنا نصنف نادي نيوكاسل ضمن خانة فريق الأسبوع بالنظر لما فعله محليا وكذلك أوروبيا. في كل مرة سنصنف فريق أو منتخب بأنه فريق أو منتخب الأسبوع، سنصنف أيضا فريق أو منتخب الأسوأ خلال الأسبوع، طبعا حسب تقديرنا وحسب عيوننا، لأن العيون مختلفة الألوان ومختلفة أيضا النظر ومختلفة أيضا في بعد النظر وفي القراءات. اليوم أعتقد بأن الإجماع يكون حول مانشستر يونايتد بأنه أسوأ فريق هذا الأسبوع، خاصة بعد خسارته على ميدانه في الأولد ترافورد بالثلاثة أمام غالاتا سراي، وهي الخسارة الثانية له على التوالي في مسابقة دوري الأبطال بعد خسارته الأولى أمام البايرن بالأربعة. المان يونايتد الذي خسر 6 مباراة له من أصل 10 مباريات خاضها في جميع المسابقات. هذا الأمر يحدث لأول مرة منذ موسم 1987 و 1986 و 1987. تلقى 18 هدفا في 10 مباريات. أمر محير جدا بالنسبة لفريق مانشستر يونايتد الذي لم تتغير تركيبته كثيرا مقارنة بتركيبة الموسم الماضي، ولا تغير أيضا مدربه الذي يوجد على صفيح ساخن وفي ظروف صعبة جدا تجعلنا نتحدث عن مانشستر يونايتد بأنه أسوأ فريق، أسوأ بكثير من فريق باريس سان جيرمان الذي يبدأ أيضا موسمه بصعوبة ويخسر بالأربعة أمام نادي نيوكاسل. حديثنا في كل مرة بعيوني أيضا سيكون عن لاعب الأسبوع في كل مرة. هذه المرة أنا والجماعة
احترنا في تحديد لاعب الأسبوع، ولكن الأمر لا يخرج عن إطار لاعبين اثنين: جود بيلينغهام مهاجم نادي ريال مدريد، ولوتارو مارتينيز مهاجم نادي الإنتر. ولكن في اعتقادي جود بيلينغهام يستحق أن يكون لاعب الأسبوع ولاعب الشهر ولاعب بداية هذا الموسم. شارك في 11 هدف في أول 9 مباريات لعبها مع فريقه في جميع المسابقات، سجل 8 أهداف في 9 مباريات كذلك، 6 في الدوري وهدفان في دوري الأبطال. هدفه في دوري الأبطال أمام نابولي على ملعب دييغو أرماندو مارادونا كان متميزا ومبدعا. جعل البعض يطالب جود بيلينغهام أن يشهر وينشر شهادة ميلاده حتى نعرف إن كان هذا اللاعب عمره 20 سنة، لأنه الآن الكل يتساءل كيف سيكون حاله بعد سنة، بعد سنتين، بعد 3، بعد 5، بعد 10 سنوات، بهكذا مستوى، بهكذا حس كروي وحس تهديفي، بهكذا ثقافة تكتيكية، بهكذا لياقة بدنية ومهارة عالية جعلته يستقطب باهتمام الكثير من هواة الكرة، ليس فقط من عشاق الريال ولا من عشاق الكرة في إسبانيا، ولكن في عشاق الكرة في أوروبا وفي العالم. وبعدين هو لاعب إنجليزي، كان يلعب في بروسيا دورتموند، عمره 20 سنة، انضم إلى الريال بعد رحيل رونالدو وكذلك بنزيما. فهذا كله يعقد من مأموريته، ولكن يستحق أن يكون ليس فقط لاعب الأسبوع ولا حتى لاعب الشهر، بل لاعب بداية هذا الموسم، مثل ما يستحق أن يذكر لوتارو مارتينيز بما فعله، الأمر الاستثنائي الذي فعله في مباراة الدوري أمام ساليرمينتانا عندما دخل في الدقيقة 55، كان فريقه متعادل 0-0، سجل 4 أهداف كاملة، صار إثرها هداف الدوري الإيطالي بعد 6 مباريات، سجل 9 أهداف. لوتارو مارتينيز سجل 4 أهداف، أمر تاريخي في الدوري الإيطالي بالنسبة إليه. كما قلت بعد 7 جولات من عمر الدوري سجل فيها 9 أهداف. هذا طبعا من منظوري، وهذا أيضا بعيوني وبالاشتراك مع زملائي الذين ساعدوني في الحديث عن حدث الأسبوع وفريق الأسبوع ولاعب الأسبوع، والذي سيتكرر بإذن الله كل أسبوع وكل يوم جمعة. سلام عليكم.